أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. صدق الله العظيم. هذه الآية في سورة الكهف. سورة الكهف التي عدد آياتها 110 وترتيبها في القرآن الكريم رقم 18، وهذه التي ذكر فيها الآية التي ذكر فيها العدد 300 هي الآية رقم 25. النهاردة عدد اللي موجود معانا وترتيبه 24 هو العدد 300. العدد 300 لما نيجي نفكك العدد ده 300 هي 3 في 100، وذكر مرة واحدة في القرآن الكريم في هذه السورة، سورة الكهف التي ترتيبها 18 عدد آياتها 110. هذه الآية رقم 25. لما نيجي نفكك ال 300 هنلاقيها 3 في 100، وال100 هي الكمال لله لوحده، لا وحده. الكمال لله وحده، ما فيش حد تاني كامل إلا الله سبحانه وتعالى، لا كامل إلا الله. ولما نيجي بقى نتكلم التلاتة ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي التلاتة دي بقى نفكر التلاتة. انت بتصلي 5 صلوات ب17 ركعة، كل ركعة بتركع مرة تسجد مرتين، ادي 3. كل مرة في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم 3، كل مرة بتقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3، يبقى كده 3 في 100. طب ايه تاني؟ 60 في 5 ب300. ال60 الدقيقة فيها 60 ثانية، والساعة فيها 60 دقيقة، واليوم فيها 24. إن النهاردة 24 هو العدد 24. سبحان الله. السورة 18 وازدادوا 9. 8 زائد 1 9. ال18 3 في 6. 3 في 6 يعني برضو 3. ال6 6 أيام خلق السماوات والأرض، وال3 تنساهمش، تركع مرة تسجد مرتين. ايه كمان؟ ال18 سورة الكهف 18 وال18 هي ميزان كلمة القرآن. سورة الكهف طاردة الشياطين، بكل ما فيها من معاني، بكل ما فيها من روحانيات،
لكل ما فيها من تدبر، ليأجوج ومأجوج، وما فيها من عبر وعظات. انت بتقراها ليلة الجمعة او يوم الجمعة، سبحان الله. سورة الكهف اللي ترتيبها 18 عشان تقلبها تبقى 81، قرآن الكريم وما بها من أحكام. وسبحان الله العظيم، العدد 300 يذكر في هذه السورة، وثلاثة 300 وازدادوا 9. 300 3 في 100، 100 للكمال لله وحده، و3 في 9، 3 في 9 ب27، و27 هي ليلة القدر. 27 هي ليلة القدر. وذكر العدد مرة واحدة فقط لا غير. طب ما تيجوا بقى الآية 25. احنا قلنا 50 في 6، 25 في 12. رقم الآية 25 في 12 اللي هي السنين، 12 شهر في السنة. سبحان الله. 25 في 12. الترتيب الرباني مش كده، والله العظيم ما هو كده. والله ما في حاجة اتخلقت كده، ولا اتخلقت هبهذرد ولا عشوائية. لا لا لا، كل حاجة ربنا خلقها بحساب وبقدر. لا، 12 في 25. ال 25 هي رقم الآية، واحنا بنتكلم عن السنين 300 سنة و9. شفت سبحان الله؟ يا سبحان الله. 25 في 12 و50 في 6 و3 في 100. أنا مش هكمل كتير، مش هنفكك الأعداد عشان نتكلم فيها كلها، أنا بتكلم على أجزاء معينة. والسورة رقمها 18 وعدد آياتها 110. كل ده دلائل على الرقم 300. رقم 300 اللي برضه فيه 3 في 100، وهو رقم 24، و24 في 3 ب72، وال27 لو قلبت ال72 تبقى 27 ليلة القدر. وسبحان الله 24 لو قسمت 24 على 3 تطلع 8، وال8 هما ال8 أبواب الجنة، وال8 هم حملة العرش. عدد 300 اللي ترتيبه 24 في الترتيب بتاع الأرقام في القرآن الكريم. وإلى اللقاء بكرة إن شاء الله مع العدد 25. أحب العدد 1000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.